وتعالى يجعل من أسباب النصر الانقطاع عن الأسباب. اعرف ان انت لما تنقطع عن الأسباب يبقى النصر جاي، ولو انت ماسك في الأسباب مفيش نصر. يعني لو انت هتتمسك بالأسباب مش هيبقى فيه نصر. طيب ولما تنقطع عن الأسباب، انقطاعك عن الأسباب يأتي النصر. وده حال المسلمين دلوقتي. غزة لما انقطعت عن الأسباب شوف حالهم عامل ازاي دلوقتي. يعني تتفرج دلوقتي على قناة زي الجزيرة، شوف جايبة مناظر حاجات عجيبة جدا. بتاع كده عامل زي التوك توك كده او زي المكنة او زي الموتوسيكل، شوف بيطير ومظلة شوف عاملين صواريخ. شوف ايه ده، ايه اللي حصل ده؟ طب ايه ده من ايه ده؟ لانقطاعهم عن الاسباب. لا حد واقف معاهم ولا حد بيساعدهم، ومتحصرين من كل جانب. ولكن ربنا لما يريد ينصر حد ينصره وان كانت نملة. يعني الله لما يريد ينصر نملة على فيل ينصر النملة على الفيل سبحانه وتعالى. اللي بيغير النظام ربنا، وعايزين نبقى عارفين اللي بيغير نظام الكون ده ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أراد يقلب يعني أسفلها عليها وعليها أسفلها يفعل كده سبحانه وتعالى. ودايما اللي معاه ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش، لأن القوة من الله سبحانه وتعالى. العبد فينا فقير أصلا، يعني ممكن مثلا يمنع عنك الأكل، يمنع عنك الشرب، يمنع عنك الكلام، ممكن يمنع. ولكن ساعة ما بيجي الإذن من الله سبحانه وتعالى خلاص محدش يقدر يعمل حاجة. عشان كده أحباب النبي صلى الله عليه وسلم شوف عدد الناس اللي ماتت النهارده قد إيه. يعني بيقولوا لك بيقول لك النهارده 600 واحد إسرائيلي يموت، 600 واحد. طب هم بتوع غزة معاهم إيه عشان يقدروا يموتوا ال 600؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، احنا لو احنا نعتصم بالله فعلا كان الله سبحانه وتعالى ينصر جميع المسلمين في العالم كله. ولكن يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم طول ما احنا بناخد بالأسباب، الأسباب المادية، الأسباب اللي هي الدنيوية اللي ملهاش لازمة، فاحنا مهزومين. لكن لما تنقطع عن الأسباب، شوف بقى لهم كام سنة ناس محاصرة بقى لها كام سنة، وشوف ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على أعدائهم ازاي. ويا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام ما تفكرش ان النصر بعيد، النصر جاي والمسلمين هينتصروا والدين جاي. رضيتم ام ابيتم الدين جاي بمزاجك وبغير مزاجك. علشان كده يا احباب النبي صلى الله عليه وسلم ناخد بالنا من نفسنا، ودايما نبقى مع الله سبحانه وتعالى، وما نركنش الى الدنيا. اللي هيركن للدنيا دايما مهزوم ودايما مخذول. ويا احباب النبي عليه الصلاه والسلام اللي يركن للظهر السديد، الظهر المتين، اللي يركن على ربنا سبحانه وتعالى، ده اقوى ظهر. والنصر مش هيجي الا غير لما نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونتوب اليه، يوم النصر ياتي. ولو على ايدين اضعف الناس ونكون مستعدين ان شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونسينا ندعي لاهل غزه ان ربنا ينصرهم على اعدائهم. واهل غزه محتاجين تدعيم مننا، يا بالدعاء، يا ندعي لهم، يا بالمعونة، يا بالمعونات. زي ما احنا ما بنيجي نطلع مثلا يقول لك ايه، عايزين معونات للدول اللي غرقت، هم دول غرقانين في الظلم، ناس مظلومة، ازاي احنا ما نقفش معاهم؟ وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.